بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القراءة الأخيرة في الجزء الأخير من قراءة الأسئلة النجدية في مسائل الإيمان والتكفير المنهجية، وهي المناقشة العلمية المشهورة باسم الدمعة البازية، وسبب تسميتها بهذا الاسم بكاؤه رحمه الله تعالى عند ذكر شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لما أثنى عليه وذكر من شيمه وخصائله أجهش بالبكاء رحمه الله تعالى، فسميت هذه المناقشة بالدمعة البازية. يقول فيها صاحبها: قال سلمان العودة قال سلمان العودة هداه الله، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته، أي رسالة تحكيم القوانين، ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. قال الشيخ ابن باز: لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. فقال سلمان: الذين يحكمون بالقانون. قال الشيخ ابن باز: رأيت رسالته، الله يغفر له، بل يرى ظاهرهم الكفر، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. هذا ظاهر رسالته رحمه الله، لكن أنا عندي فيها توقف، إنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله. يقول المعلق في الحاشية: وفي الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية، يقول سماحة الشيخ ابن باز رادا قول الشيخ محمد بن إبراهيم، قال: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة، كلهم يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. وفي الفتاوى البازية الصفحة 7 له أيضا، في معرض الرد على من يستدل بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم، قول سماحته رحمهم الله: هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت، أن من استحل ذلك فقد كفر، أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر. يقول: أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا، ما يكفر بذلك حتى يستحله، فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل. يقول فيه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: وله توحيد في الجملة بعد ذكر مثالبه. قال: ولو قتل ما قتل حتى يستحل، لأن لهم شبهة، وعبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم لا يكفرون بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. فقال أحدهم: مجرد وجود الإنسان في بلاد الكفر لا يلزمه بذلك الهجرة، متسائلا. فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: الهجرة فيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه أو عجز ما يلزمه. يقول المعلق في الحاشية: أي عجز عن الهجرة مع وجود سببها الشرعي. قال: إلا المستضعفين. يقول المعلق في الحاشية: أي من كان مستضعفا في دينه قادرا على الهجرة، فهذا هو الذي تجب عليه الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد، وهو في السلسلة الصحيحة والإرواء. وقال الشيخ ابن جبرين: يوجد آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن. فقال الشيخ ابن باز: هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن، لأن معناه الله ما يتكلم. يقول معلق في الحاشية: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن الإمام أحمد في هذا الباب: وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط،
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا مع ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. قلت وانظر أيضا المسائل الماردينية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله: هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن، لأن معناه الله ما يتكلم، معناه أن القرآن ليس كلام الله، معناه وصف الله بأنه ما يتكلم ساكت. فقال أحد الحضور: ما لهم شبهة يا شيخ؟ فقال الشيخ: كفر، لا نخرجه من الملة. الله عز جل وعلا له كلامه، وصفوه بأنه أبكم ما يتكلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه الترمذي وصححه وأبو داود بن ماجه والنسائي في الكبرى عن جابر. فقال أحد الحضور: هل يكفر المعتزلة؟ فقال الشيخ: ما في شك، من قال بخلق القرآن فهو كافر. فقال أحد الحضور: أحمد بن أبي دؤاد يكفر؟ فقال الشيخ: كل من قال بخلق القرآن فهو كافر. فقال أحد الحضور: عينا يا شيخ؟ فقال الشيخ: عينا إذا ثبت عليه ذلك. فقال عائد القرني: الذهبي في السير يا شيخ ذكر أحمد بن أبي دؤاد قال: هذا وليس الرجل بكافر، فهو يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله. فقال الشيخ ابن باز: الذهبي ليس من أهل الفقه والبصيرة، يريد رحمه الله أنه ليس متخصصا بالمقالات والفرق والمذاهب، فلا تؤخذ عنه هذه المطالب. ويقول معلق في حاشية الكتاب: ترجمة الذهبي في سير أعلام النبلاء مصدرا ترجمته بقوله فيه، يعني أحمد بن أبي دؤاد الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن، فليس فيه هذا الكلام الذي نسب إليه من عائد القرن. ولقد راجعت مصنفات الإمام الذهبي الأخرى كلها فلم أجد ذلك ولا قريبا منه. قال الشيخ رحمه الله: الذهبي عالم من الوسط، يعتني بالحديث، يعتني بمصطلح الحديث. فقال أحد الحضور: حمل المأمون الناس على القول بذلك، أي حمل المأمون الناس على القول بذلك أليس كفرا؟ فقال الشيخ: كفر المأمون وغير كفر المأمون وغير المأمون. قارن بما تقدم قريبا من كلام شيخ الإسلام حول ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية. قال ناشر هذا الكتاب: أعانه الملك الوهاب. إلى هنا انتهى ما وقفنا عليه من هذه المناقشة العلمية المشهورة، وهو آخر ما يسره الله تعالى من ضبط هذه الرسالة والتعليق عليها في غرة جماد الآخرة سنة 25 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين. علي حسن الحلبي هداه الله. وفي آخر الكتاب يوجد هذا البيان العلمي التحذيري لسماحة أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول صاحب الرسالة علي بن حسن هداه الله: وإكمالا لفائدة هذه الرسالة للقارئين، وإتماما لواجب النصيحة في الدين، وتحذيرا لشباب الأمة من انزلاق وراء كلام من لا يثبت على حق ولا يستقر على يقين، رأيت لزوما نشرها صورة خطاب علمي مهم أمله سماحة أستاذنا الشيخ ابن باز رحمه الله قبل نحو 10 سنوات، تحذيرا من بعض الدعاة وحماية للمجتمع من أخطائهما، هداهما الله وألهمهما رشدهما. وهذه هي صورته. يقول فيها:
وأفيد سموكم، يعني الشيخ ابن باز يقول: وأفيد سموكم أن مجلس هيئة كبار العلماء اطلع على كتاب سموكم المشار إليه ومشفوعه ملخص لمجالس ودروس المذكورين من أول محرم 14 و400 وألف هجرية، ونسخة من كتاب صفر الحوالي وعد كيسينجر، وناقش الموضوع من جميع جوانبه، واطلع كذلك على بعض التسجيلات لهما، يعني صفر الحوالي وسلمان العودة. وبعد الدراسة والمناقشة رأى المجلس بالإجماع مواجهة المذكورين بالأخطاء التي عرضت على المجلس وغيرها من الأخطاء التي تقدمها الحكومة بواسطة لجنة تشكلها الحكومة ويشترك فيها شخصان من أهل العلم يختارهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فإن اعتذر عن تلك التجاوزات والتزم بعدم العود إلى شيء منها وأمثالها فالحمد لله ويكفي، وإن لم يمتثل منع من المحاضرات والندوات والخطب والدروس العامة والتسجيلات حماية للمجتمع من أخطائهما، هداهما الله وألهمهما رشدهما. وإلى هنا ينتهي هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.